الليفر بيقدم هدية كبيرة للفريق زي أرسنال بعد ما يتعادل مع فريق زي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ولكن بسبب استهتار بعض اللاعبين في ليفربول وبعد إنهاء الهجمات اللي كان بيحمل رعونة كبيرة من الفريق، يعني تحس إن الفريق مش عايز يفوز. لا إحنا هنلعب، إحنا هنستعبط، إحنا عايزين سكور، عايزين نجيب جوان بطريقة أحلى، عايزين نكتب تاريخ، عاوزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا. فكانوا محطوطين تحت ضغط نفسي منهم ان لي انا كده مانشستر يونايتد في حاله لا يرثى لها، فانا المفروض افوز في سكور، المفروض انا اجيب جون افضل، المفروض اخد افضل هدف في الموسم وافضل هدف في الاسبوع. وده اللي خلى الفريق داخل تحت ضغط نفسي. لا انا لازم اجيب جون حلو، لازم نجيب نتيجه كبيره، لازم فريق مانشستر يونايتد يطلع متعلم عليه. وده اللي خلى فريق زي مانشستر يونايتد يعني ادى بعض الاريحيه، ان هو كده كده يعني صعب الجون يخش، لان طالما انت مستني انك تجيب يوم بطريقه حلوه انت مش هتجيب. ولكن الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد في اول ربع ساعه وثلث ساعه لا ما كانش في حجم من مانشستر يونايتد في الملعب. لا الناحيه الهجوميه خد عندك مانشستر ليفربول دب 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 هجمه من هنا، هجمه من هنا، من العمق، من الاطراف، من هنا من هنا. ولكن هم على نفسهم في الناحيه الدفاعيه اللي بيلعب حتى باثنين زي واحد زي سفيان مرابط والثاني وسط الملعب الديفندر الثاني اللي معه، ولكن ما قدروش انهم يقفلوا الملعب او يقفلوا العمق او حد يقفل الاطراف بتاعه ليفربول، في ظل ان فريق ليفربول مش هقول لك اللي هو اقوى على مستوى الدوري الانجليزي. ولكن حتى لما مانشستر يونايتد بيمسك الكوره اعمل بهيا اروح فين ويمنين يا ربي، خلاص هي كده على كده، يرجع لورا او واحد فيهم يحنكش زي ما كان بيعمل فينيسيوس جونيور من قيمه سنتين ثلاثه لورا، يقعد يحنكش مع نفسه تتقطع من الكوره تروح ليفربول بهجمه عليهم. فانت واحد زي تنهاج اللي يصلح لربنا خلاص، لا دوري انجليزي منافس ولا دوري ابطال ولا حتى في الاوروبا ليج، هو كده خلاص لم شنطته وقاعد فين في مانشستر يونايتد. طب في حاجه جديده تعملها؟ لا على الله الحكايه. طب ليفربول بعد ما المفروض مانشستر سيتي تعادل ورا تعادل ورا تعادل ومن فيهم هزايم، حتى يعني الفريق الاقصى الاخير اللي تعادل معه 2-2 كريستال بالاس اللي في المركز ال 15 على ما اظن، ما قدرش يحقق قدامه نتيجه ايجابيه تريحه لما يروح كاس العالم ويجي كي هيبقى عليه ضغط وهيبقى عليه مباريات مؤجله، ولكن ما قدرش يريح نفسه بانه ياخد 3 نقط تريحوه. لا هو بيكتفي بنقطه بحيث ان يوسع الفارق ما بينه وبين المتصدر اللي هو حاليا ممكن يخش ارسنال بعد اللي عمله وبعد الهديه اللي اعطاها له، قال له ليفربول خد يا باشا ما تنتزلش نفسك. ولكن الغريب في الامر فريق زي مانشستر سيتي، فريق زي ليفربول اللي ما قدرش يستغل وقوع فريق زي مانشستر سيتي في الدوري في المباراه الماضيه، ولا قادر يستغل انه كيكي يريح كاس عالم ويتأجل مباريات، او حتى لو مش هيتأجل مباريات هيلعب بالناشئين او هيلعب بفريق مش ناشئين، بيلعب في فريق شباب او فريق غير اللي بيلعب بيه، فده بالتالي هيأثر على نتائجه. فده بالتالي ده المفروض ان استغله، ولكن ما فيش الكلام ده خالص. لا انا هلعب زي ما تيجي كده كده الدوري بفضل انافس عليه وبخسر في اخر نقطه في اخر جوله بنقطه واحده فرق نقطه لمانشستر سيتي، فانا بالتالي مش هتعب نفسي يعني. هل هدبها زي ما تيجي جيت دوري جيت ما جيتش الله لعنها جيت، يعني هنعمل هنا نتقطع يعني قبل بعض. ولكن الغريب في الامر كلوب يا رجل ربنا خلاك اللعيبه نازله العب على الفوز، هات لك جوان هات لك جونين ارتاحوا. بعد كده اللعيبه يقولوا عايزين حنكشوا، عايزين تتنانيكوا، عايزين تتخاصروا زي ما بيقولوا. انما انك تنزل من بدايه المباراه عايز تستمتع، لا ما فيش. انت اول حاجه بتلعب حتى لو بتلعب فريق سيكا، ما انت طالما استهترت بالمنافس اللي قدامك انت كده دخلت في اجواء المباراه. لما انت لو تدي الفريق حقه وتلعب بخشونه وتلعب برجوله او تلعب بروح وتلعب فنيا، لا عمره ما يقدر يعمل حاجه معك، خصوصا لما يكون المنافس اللي قدامك مانشستر يونايتد اللي عاجز على الناحيه الهجوميه، مفيش على الناحيه الدفاعيه كان الله في العون. واحد زي ممكن انتوني في الناحيه الهجوميه سبحان الله ما تعرفش هو جاي يتعالج هناك او جاي مثلا للرحله الترفيهيه اللي جاي يعتبر ب100 مليون وكانه مثلا جاي بثلاث كور كفر. لا هو لعيب جاي ب100 مليون ومع ذلك لا بيقدم ولا بيأخر. واحد تاني زي هويلاند المهاجم بتاع مانشستر يونايتد اللي كل مباراه ورا التاني ورا التالتة بيثبت لك ان انا خلاص انا جاي هنا اكل واشرب. طب يا عم الحاج في حاجه اسمها لعب الكوره، في حاجه اسمها هدف، يا عم انا مالي بالكلام ده وانا هتعب نفسي ليه؟ واحد تاني زي جرناتشو اللي من ساعه ما جاب الجون باكورد وخلاص كده اتختمت، انا هلعب اساسي. طب يا عم الحاج انت بتقدم ايه جديد للفريق؟ بتعمل ايه؟ لا انا مش هعمل، مش لازم يعني انا كل مره ان انا اجيب جون. طب ليه
ليه يعني سبحان الله، ماكتوماناي بتلعبوا صانع لعب، هو نافع في النص ونافع في حاجه عشان تلعبوا صانع لعب، يا الله يرتبك يا اخي. واحد زي سانشو، جرناتشو اللي كان الله في العون، حاجه كده من ريحه اللي يتعبهم. ولكن الحاجه اللي ممكن تاخدها على نفسك في فريق ليفربول هو الفرص اللي بتضيع واستهتار باللاعبين واستهتار اللاعب بالمنافس، ممكن تودي فيك في الاخر انك تقدر تحصل مانشستر سيتي تحت. يعني انت مانشستر سيتي بعد ما فرق ونزل تحت وخلاك ترتاح شويه في المنافسه، لا ما تحصلش ابدا، انا هنزل له ما ينفعش هو يمشي وانا اكمل لوحدي.